السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي في قناتي بزغوسات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير حرشات صغار على شكل غريبة. كيجيو هشاش ولداد كذلك مناسبين للفطور او الكوتي. كيف كتشوفوا معايا انا غادي نقسمها على نص. كتجي صراحه هشيشه وكتذوب في الفم. الا كنتو اول مره غادي تزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا معي في القناه ومشيو نشوفوا المقادير. عندي كاس ديال السكر سنيده، عندي 3 الكيسان ديال السميده رقيقه، كاس ديال الكوك، كاس ديال الزيت، 2 بيضات. هنا عندي 3 الخمارات ديال الحلوى و3 الاكياس ديال السكر فانيلا وراس معلقه ديال الملحه. يمكن لكم تنكهوه بقشور ديال الحامض او البرتقال. هنا عندي الياغورت، الوزن ديالو 110 غرام. هنا غادي نضيف البيض وغادي نضيف الزيت وغادي نخفقهم. غادي نضيف السكر والياغورت. هنا استعملت ياغورت بنكهة الفانيلا. غادي نخلطهم مزيان. من بعد غادي نضيف الكوك. هنا عندي كاس ديال الكوك. غادي نحركو مزيان حتى يتمازج ليا العناصر كلها. من بعد غادي نضيف الخماره وسكر فانيلا وراس معلقه ديال الملحه. كنذكر يمكن لكم تنسموه بقشور ديال الليمون او القشور ديال البرتقال، يعني النكهه كتبقى اختياريه. انا النكهه ديال الفانيلا هي المفضله عندي، هادشي علاش استعملت 3 ديال الاكياس. هنا غادي نضيف السميده الرقيقه بالتدريج. هنا غادي نستعملوا السميده الرقيقه ماشي القمح ديال الفينو. غادي نضيف 3 ديال الكيسان، كيسان ديال العنبه. وغادي نبدا نخلط بمعلقه. هنا من بعد ما خلطته غادي نخليه يرتاح ليا حتى هذاك السميد يشرب. الا لقيتو باللي السميد من بعد ما شربش ليكم فيمكن لكم تزيدوا واحد شويه. هنا علاش قلت لكم هكا؟ حيت السميد كيختلف. كاين السميد اللي كيشرب وكاين السميد اللي ما كيشربش. فإلا جاكم الخليط ماشي بحال هكا كيف كتشوفوا قدرت نشكل كره، الا ما قدرتوش تشكلوا به كره وبان لكم جاري بزاف يمكن لكم تضيفوا واحد شويه ديال السميد. هنا عندي شويه ديال السميده رقيقه وشويه ديال الكوك خلطتهم. فين غادي نفند فيهم هذوك الحريشات ديالنا او الغريبه ديال الكوك والسميد. فكيف كتشوفوا معايا غادي نمرغهم او غادي نرشهم بهذاك الخليط. نحاول نغطيهم مزيان ونشكلها على شكل قرص. اللي تيبغي الغريبه ديالته تكون رقيقه يمكن ليه يسرحها غير واحد شويه، ما تسرحوش بزاف لان مازال ما غتدخل الفرن غادي تهبط. فالفرن خاصو يكون حامي بزاف من الفوق باش ملي ندخلو دوك الغريبات يعطيوني هذوك التشققات. ان فوا يبانوا لي هذوك التشققات نخفض من درجه الحراره ونخلي الحريشات ديالنا يطيبوا على المهل ديالهم. ستفت هذوك الحريشات ديالنا كيف قلت لكم بعدوهم لانه مازال غادي يترخاو. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجوا من الفرن. فالشكل ديالهم كيجي رائع، كذلك المذاق صدقوني كتجي رائعه وهشيشه، ما كتطلبش مجهود بزاف كيف شفتوا معايا. وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه الى عجبكم فيديو. وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم تلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.